شاعر مصري ولكن صوته وصل لأوروبا وقدر يخطف قلوب ملايين سمعوه وتأثروا بكلامه، لكن الكلمة الصادقة عمرها ما كان ليها حدود، والإحساس الحقيقي دايما طريقه بيوصل لكل مكان. الشعر عمره ما كان مجرد كلام بيتقال، الشعر دايما كان صوت الناس بتصدقه وبتسمعه بإحساسها. النهاردة معانا شاعر تميز بأن هو شعره وصل مش بس هنا، لا ده وصل كمان بره مصر. خلينا نقدمه ونسمع منه ونتكلم معاه اكتر عن كل اللي هو محضره لنا الفتره الجايه. معانا ومعاكم الشاعر مصطفى عيد اللي منورنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك وسعيد بوجودي معاكم. ربنا يخليك. انت تميزت ان انت شعرك مش بس هنا في مصر، لا ده وصل لاوروبا. الحمد لله، تجربه بالنسبه لي مميزه جدا. في مطرب مشهور يعني في رومانيا اسمه عمر أرناؤوط. عجبه كلامي عن طريق الفيسبوك وكده، وتواصلنا مع بعض وعملنا اكتر من عمل يعني. فدي كانت وصولي بره مصر يعني عن طريق عمر يعني هو اللي تواصل معاك وكلمك، يعني انا شاف شغلك ولا حد رشحك ليه؟ لا، كلمني على الفيسبوك، وكان بيدور على ملحن يعني اسمه قريب لاسمه كده. فدخل يكلمني وقلت له لا انا شاعر وعندي كلام وبكتب اغاني، فقال لي ورينا وكده. فبعت له اغاني، بقالنا 7-8 سنين مع بعض يعني، في حوالي 5 أغاني او 6 أغاني مع بعض، ولسه في اعمال بنجهز لها. ده حلو قوي. هو المطرب عمر، صح؟ هو ده حبيبي. طب في البدايه كلمني عن الشعر بالنسبه لك ايه؟ يعني هو في حياتك ايه؟ بيمثل لك ايه؟ هو بالنسبه لي حياتي كلها. هو اجمل حاجه يعني بلاقي نفسي فيها. هو صاحبي اللي بفضفض له. القصيده بالنسبه لي بتبقى فضفضه. لما كنا عاوز اتكلم مثلا، لما مفيش حد اتكلم معاه، فالقصيده بالنسبه لي هي صاحبي اللي بتكلم بقى واكتب، ولا او معبر. عارفه لما تقعدي تفضفضي مع حد وترتاحي؟ انا القصيده بالنسبه لي كده، لما يكون في موضوع باسطني او مزعلني او اي حاجه واكتبه قصيده، بتقعد تكتب. ببقى مبسوط بقى كأني فضفضت مع حد وكده، بتخرج الطاقه اللي جواك. هو الشعراء دايما بيقولوا عليهم بيبقوا حساسين وبيبقوا محتاجين ان الناس تسمعهم اكتر، صح؟ جدا. يعني عندك اكيد مشاكل في الحته دي. فلا، في ناس طبعا، الناس اللي قريبه منك اللي بيحبك بيبقى عارف انت محتاج ايه، فعايز انت محتاج دلوقتي حد يسمعك، دلوقتي محتاج حد يطبطب عليك. القريبين ملهاش دعوه سواء شاعر او غير شاعر، بتبقى بالمحيط اللي حواليك يعني. يعني الشعراء مش كلهم نفس الفصيله، برضو زيهم زي اي بني ادم. في مثلا اللي عصبي، وفي اللي هادي، في اللي بيحب يتكلم ويفضفض، في اللي بيسكت. فلا، مش كل واحد ليه طريقته اللي بتميزه. نفس الصفات العاديه اللي بتميز اي حد يعني. كل واحد ليه صفاته وليه طبعه وكده يعني. في فرق بين ان انت تقول شعر على المسرح قدام الناس، او انك تقوله في التلفزيون او في فيديو او كده واحنا قاعدين. الموضوع مختلف جدا جدا. المسرح بالنسبه لي انا بحبه جدا يعني. حتى الناس اللي شافتني على المسرح بيقولوا انت بتبقى شخصيه تانية خالص. ان انت قدامك ناس بتتفاعل معاهم وتحس بتعبيرهم على طول الوقت بالفرحه. مثلا بتقول قصيده حزينه، فهم بان عليهم بالفرحه، بان عليهم اللي هو الرد المباشر ده ليه رد جميل عليك وانت بتأدي، فتلاقي نفسك بتأدي احسن وتبقى مندمج اكتر. غير لما تكون كاميرا او مثلا بتسجل على موبايل وكده، الموضوع بيبقى مختلف جامد يعني. انت في شعر من الشعر بتاعك يعني نجح قوي على التيك توك؟ انا ليا حاجتين هما يعتبر ينتموا للأسرة شوية. أول حاجة كانت فرقت معايا، كانت حاجة عن الأم، قصيدة اسمها أمي لسه عايشة. كنا بنعمل حفلة كبيرة عن عيد الأم، كانت على مسرح وزارة الشباب والرياضة. كانت القصيدة دي مش قادر أقول لك ما كانتش في البرنامج، اللي هو أنا مش محضر لها والبروفا والكلام ده، اللي هو أنا كتبتها قبل الحفلة. وأنا بقولها بإحساس فوق الصادق يعني، اللي هو أنا ببكي وأنا بقولها. فاتفاجئت ان الحفله كانت ساعه مثلا كامله. اليوم السابع كان بيصور فخدوا من الحفله الكامله كلها، من الحفله الساعه كلها، خدوا القصيده بتاعتي دي اللي كانت امي لسه عايشه ونزلوها على الموقع اليوم السابع. دي كانت والجمهور بقى، لقيت الناس بتصور الناس وهي بتعيط،
نجحت قوي. جدا. وانا كنت في حاله طبعا مع نفسي خالص مع طب احنا عايزين نسمع حاجه. انا مش خسران حاجه، تحبيني ما تحبنيش انا مش خسران حاجه. شوفي كتبت فيكي كام حاجه، لما عينيكي نادتني كتبت عيونها نادتني، ولما ضحكتي كتبت حسيتني، ولما مشيتي كتبت سابتني، ولما رجعتي كتبت حنتلي، ولما اخترت الفراق اديني بكتب فيكي اخر حاجه. فانا مش خسران حاجه. بصي للصوره كويس، بصي للصوره كويس. انا كنت عاشق ما كنتش بهيس، ورسمت نفسي شاهن شاهي الحب، ورسمتك نفرتيتي، وزعت حروف اسمك على كل القصايد، زينت بيك العروض وانت اللي قفيتي، كنت مخليكي احلى من الورود، كنت مخليكي احلى من الورود، كنت برويكي بحروفي اديكي جفيتي. وانا شاعر، وانا شاعر لو ما كتبتش اموت. الشعر رزق زي التوت، فكان لازم اقطف حاجه اوصفك فرشايا، اوصفك قمرايا، كان لازم اوصف حاجه عشان القصيده من غير وصف وخيال اخر بلاده. وانا يا ساده في ساحه الشعراء فارس، بكتب من اولى في المدارس، فمش هقبل اعيش نعامه، وعشان قلوب العاشقين ملوك كتبتك في القصيده ملكه، مع اني عارف انك ربما تحتاج القصيدة لقافية حتى يصبح الشطر كالعلامة، فمن القوافي ما تنبئك بالرحيل، ومن القوافي ما ترغمك على الإقامة، ومن القوافي تعانقها الزهور، ومن القوافي تأباها القمامة. فحبك هين، قربك هين، بعدك هين، كل شيء هين، كل شيء جائز ما دام شعري في سلامة. فما تندميش انك هتكوني مجروحة في كل القصايد، واني تاني مش راح ازكيكي، واني هكتب فيكي كلام نقط حروفه راح تبكيكي. ابكي اندمي انك خدعت شاعر، والشاعر من غير قصايده ما يسويش حاجة، فانا مش خسران حاجة. الله عليك، الله عليك. دي قصة حصلت لك بقى ولا ايه؟ معقول؟ دي كانت في ده بقى لها 10 سنين، القصيده دي قديمه يعني. فكانت بنتي كانت سببها يعني، بنتي بتقول لي اكتب لي حاجه وكده، وانا كنت الموضوع لا لازم اكون حاسس بقى عشان احبك او اكرهك لازم اكتب. فجت فكره القصيده فعلا، انت شاعر هتكتب بقى حابب بتحب بس ما تكره. كانش بسبب سبتوا بعض فرحت كاتب قصيده؟ اصل هي فيها فراق وحاجات. كانت الفكره بتاعتها ان هي بنتي بتقول لي اكتب لي قصيده، وانا ما اكتبش مثلا لما احب او جرحت فاكتب. فجت فكره طب انت شاعر فاهم، ايوه اكتب وكل ما تجيلك فرصه حاجه فكره حلوه تكتب. حلوه قوي. طب احنا هنعرض لك صور دلوقتي، عايزينك تقول موقف او توجه رساله او تقول رايك. عمرو حسن، خبر ابيض، ده طبعا حبيبي ده حبيب الملايين. انا مش بس شاعر زيه، لا ده انا بعتبر نفسي من جمهوره، انا بحبه جدا. يعني ممكن صعب قوي ان انا مثلا اخش اسمع شعر كده الا لعمرو حسن. بتحب مدرسته جدا جدا. هو برضو بيلعب في حته سهل اللي هو الممتنع، سهل اللي هو مش اي حد والبساطه يفهمه. مثلا في قصيده، انا لو كان مثلا قصيده بعد السكران ما يفوق، فبيقول الحلو قالت ماله ده، اشادت جناحه في الفضا وراسم خطاه، اما اخطفه وازرع جناينه واطلب رضاه، تسليه برضه ومعرفه، رسم وصفه، وهو بكره يلحس لرصفه عشان يخلي اللقه فانا من جمهوره. هو جميل ما شاء الله عليه يعني. اللي بعده ده بص، ده رقم واحد كده في ليه طريقته برضه، يعني سبحان الله طريقته مش اي حد بيعرف يعني يتعلمها او يقولها. استاذ هشام الجح طبعا ما اقدرش اقول عليه غير استاذ. قبل هشام الجح الشعراء العاميه كان الشعر في الدرج، كنا بنكتب ونشيل، لحد ما هشام الجح فتح النافذه وعرف الناس ان في شعر اسمه شعر العاميه، لان كان اختفى بعد. طب تفتكر ليه؟ عشان هو وصل لقلوب الناس طلع ولا مثلا بدايه ما كان طلع مع الاستاذه منى الشاذلي في الاول خالص، وبعد كده المسابقه بتاع امير الشعراء. بس انا صراحه يعني انا عاتب عليه جدا، لان احنا ما بنسمعش دلوقتي هشام جح، يعني كل 5 6 سنين لما يكون في قصيده احنا نقول له وحشتنا وعايزين نسمع لك يعني حاجات حلوه نسمع بقى جديدة. حاجات انت لو بتكتب ومش بتنزل بخلانه علينا، لا عايزين نستمتع يعني. لما بدأت في مجال الشعر كان مين هو مثلك الأعلى في الوقت ده، أو أكتر حد كنت تتعلم منه؟ هو أنا ربنا اداني نعمة إن أنا كنت أزهري. فأزهري فاهتمام جدا بالبلاغة والنصوص والأدب والشعراء بقى الفصحى الكبار، يعني متنبي وحافظ إبراهيم
واحمد شوقي وحاجات زي كده، فدي اللي انا اتربيت عليها كازهري. دي كانت سبب ان انا اكتب شعر. بعد كده انا كنت من الفيوم، فجيت القاهره بقى عشان امارس بقينا نحضر الندوات وكده، فلقيت العاميه، الشعر العامي هو اللي طاغي وهو اللي مسيطر، فدخلت في العاميه وحبيته لانه سهل وبسيط وبتقدر تعبر عن اي حاجه يعني. انت مثال لشباب كتير قوي بجد، حد ناجح وحد يعني وصل العالميه، فدي حاجه حلوه جدا. للاسف وقت حلقتنا جري معاك جدا، بس كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاك بجد، واتمنى نسمع شعر حلو تاني يعني زي ما كنا بنسمع ايام زمان. عايزه منك قبل ما نختم الحلقه تقول لنا شعر حلو كده نختم بيه حلقه النهارده. انا كاتب حاجه عن والدي، فان شاء الله تعجبكم يعني. الحي يبقى من الميت، الحي أبقى من الميت، كذاب، لا حي باقي ولا ميت، والدنيا سراب. الميت جه ميعاده، والحي قرب ميعاده، وكل شيء بميعاده، وكل شيء في كتاب. ونجيت للحق، الميت أبقى من الحي، باقي بغلاوته باقي، وفي أحياء وسطنا ميتين، قدامنا ومش شايفينهم، قدامنا ومش عايزينهم، وسطنا لكن غايبين. هاتلي أمارة، هاتلي أمارة إن الحي باقي، ولو باقي كام يوم، يوم ولا يومين، الحلوين خلاص خلصوا، والباقي بواقي بني آدمين، عايشين يزيدوا في ذنوبهم ويقولوا بكرة نتوب، عايشين يداروا في عيوبهم خايفين من المكتوب. اللي يقول الحي باقي كذاب، وبكرة يشوف في يوم الحساب، كذاب وبكرة يشوف في يوم الحساب. أنا أبويا لما مات زاد فوق الغلاوة غلاوة، كان 60 لقيته شاب زايد حلاوة، حبيته أكتر من الأول، حبيته أكتر من الأول، وعرفت قيمته وعرفت هو مين. أبويا كان زي السد عالي، لما وقع غرقنا، كان سندنا لما مات شقينا وعرقنا، مات وخد الحلو معاه من يوم ما مات الحلو ولا بل رقنا. كان بيديني منابه، كان دايما يديني منابه، أطيب خلق الله، ولو حد مسني تبان أنيابه. كنا اتنين شبه بعض، مأموم واقف ورا إمامه، بس أنا الدنيا ضحكت عليا، وهو قفل في وش الدنيا بابه. ما كانش خايف من الموت، كان عارف وعامل حسابه، كان عارف وعامل حسابه. مات في شهر الصيام وجايز تكون ليلة قدر، مات كان زي القمر، لا كان زي البدر، صلى القيام معانا وصلينا لوحدينا الفجر، قضى عيده في الجنة وقضينا العيد على القبر. كل شوية نروح له ونزوره ونحكي له ونستنى كمان رده، ونقول له هتفضل موجود مهما السنين عدوا. اللي يقول الحي أبقى من الميت، ما عندوش حبايب هناك ولا في دموع هنا على خده. أنا أبويا لسه موجود، في كل شيء موجود وهو بينصح، وموجود وهو بيجود. بشوفه في طوب البيت اللي بنيناه طوبة، بشوفه وهو قاعد يضحك على العتبة اللي معطوبة. ارجع يابا بكيت عليك بكا، يكفي الدنيا حزن ويفيد، بعدك ما بقاش فيه فرح ولا بقى فيه عيد يا عيد. ارجع يابا، اللي يقول الحي أبقى من الميت جاهل وكمان بليد.